الغوريلا شيرلي عمرها 20 سنة، بقالها فترة بتمر بحالة اكتئاب، وعلشان كده هي بتدخن سجاير كتير. أحد المسؤولين عن الحياة البرية كان رمى اللوم على الزوار بتاعة الحديقة، وقال إن هم اللي علموها العادة السيئة دي اللي هو التدخين يعني. وشيرلي كانت غوريلا كويسة وهادية، وبعد فترة بدأت شيرلي تعلم باقي الغوريلات التانية التدخين زيها. ولما الموضوع ده بدأ ينتشر، اضطرت السلطات المحلية انها تتدخل في الموضوع ده علشان تحله حفاظا على صحة الحيوانات، وقاموا بتشكيل فريق طبي متكامل علشان يعملوا الفحوصات اللازمة لشيرلي ويساعدوها في الإقلاع عن التدخين. وبعد كده تم حجزها في المستشفى العام للحيوانات لمدة أسبوعين متواصل. أطباء النفس قالوا إن زوار الحديقة في ماليزيا هم اللي كانوا بيدوها السجاير وهم اللي علموها التدخين. بعض الزوار كانوا دافعوا عن نفسهم وقالوا إن الغوريلا هي اللي كانت بتلم بواقي السجاير من على الأرض وبتقوم بتدخينها، وفضلت تعمل كده لحد ما النيكوتين كان دخل دمها وبقت مدمنة للسجاير أو مش قادرة يعني تستغنى عنها. وقالوا من الآخر كده إحنا ملناش ذنب، هي اللي عملت كده في نفسها. وبعد القصة الطويلة دي كان تم علاج شيرلي واستطاعت ان هي تقلع عن التدخين. لو انت بتدخن قول لنا في التعليقات هتقدر تبطل السجاير زي شيرلي ولا لا. وفي النهاية لو عجبك الفيديو اضغط له لايك وشير واشترك في القناة لو انت لسه جديد. ما تنسوش كمان ان رأيكم بيهمنا جدا قبل الكلام ده كله. سلام.